المصريين بالخارج بخصوص موضوع التجنيد، خد بالك من اللي انا هقوله. لو حضرتك هتأجل جيشك وبتدرس في الخارج، لازم ان حضرتك بتجيب مستند دال على الدراسة، يعني قيد، يعني شهادة قيد، وتوثقها من الخارجية المصرية. ولازم ولا بد انك تنزل لإدارة البعثات المصرية اللي موجودة في مدينة نصر امام الحديقة الدولية، وهم بيراجعوا الشهادة وبيوثقوها، وهم اللي بيتولوا وبيبعتوا اخطار لهيئة التجنيد فلازم ولا بد ان الشهادة تكون موثقة من الخارجية المصرية في الخارج، وتنزل بيها على إدارة البعثات المصرية اللي موجودة في مدينة نصر أمام الحديقة الدولية. حضرتك بتسلم الشهادة وهم بيراجعوا لك الأوراق، وبيتم مخاطبة إدارة التجنيد. بدون الإجراء ده حضرتك مش هتقدر تأجل جيشك، وبدون هذا الإجراء حضرتك مش هتقدر تسافر. خدوا بالكم من اللي أنا بقوله، لأن في ناس مكتوب عندها في جوازها سفر حتى 1/9/2024، في ناس مكتوب عندها سفر حتى 30/12/2024. لو حضرتك مكتوب هذا الكلام أو مش مكتوب ونزلت مصر، مش هتقدر تتعامل أمام هيئة التجنيد مادام حضرتك بتدرس في الخارج إلا لو عملت الخطوة دي. فأنا حبيت أبلغك وأتمنى لك كل توفيق وأشكرك.